نسمعوا كيفاش الأهلية المصري إدارة الأهلية المصري كتحاول تلصق التهمة في جماهير الجيش الملكي، وهذا الشيء كامل باش الكاف ما ديرش عقوبة اللاعب بدون جمهور للأهلي، لأنه مقبل على ممكن انه يواجه سان داونز في ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. شوفوا كيفاش المصريين كيفاش كيضغطوا على الكاف، كيفاش الاعلام ديالهم قوي، وغتشوفوا ان شاء الله في الايام القادمه العقوبات السخيفه اللي غادي يطبقها الكاف على نادي الاهليه المصري. وله ممكن كاع وكل شيء متوقع انه ممكن توقع عقوبات على الجيش الملكي، جماهير الجيش الملكي، لان هذا الجهاز الفاسد ولينا كنتوقعوا منه كلش. عموما الاهليه المصري اليوم نشروا واحد البلاغ اللي هو هذا الخلاصه ديال هذا البلاغ، انه قال لك راه الجماهير ديال الجيش اللي حضرت المباراه ديال اليوم امس بين الجيش الملكي والاهليه المصري في ختام دور مجموعات دوريه ابطال افريقيا هي اللي تسببات في داك الشيء اللي وقع، بأن ما احترماتش الجماهير الأهلاوية. وجاء في البلاغ: وأثناء مباراة الأمس بين الفريقين حاول البعض من الجماهير المصاحبة للجيش الملكي الشقيق اقتحام مدرجات جماهير الأهلي المجاورة وملعب المباراة كذلك، وتصدى لهم رجال الأمن حرصا على سلامة الجميع. وللأسف ما قدمت عليه الجماهير الشقيقة من جديد في مباراة الأمس وما قامت به في مباراة الذهاب بالمغرب تسبب في ردة فعل سلبية لدى البعض من جماهيرنا، وقامت بإلقاء بعض زجاجات المياه في مضمار ملعب المباراة. بهذه الكمية الكبيرة من القنينات اللي كتشوفوا في التصور هادو، البلاغ ديال الأهلي اعتبرها بعض زجاجات المياه. وكيفاش يلعبوا بالمفردات باش يأثروا على الجهاز ديال الكاف، وكيفاش لصقوا التهمة في الجماهير ديال الجيش الملكي وخلطوا الذهاب مع الإياب، علما أنه أصلا في الذهاب الجيش الملكي تعاقب بالإيقاف باللعب بدون جماهيره لمباراتين. والحمد لله انهم في هذوك المباراتين بجوج حققوا 6 نقاط، وهذيك 6 نقاط هي اللي عاونتهم بزاف باش انهم يتأهلوا لربع النهائي. وأضاف بلاغ الأهلي: ولقد قمنا اليوم بمخاطبة الكاف ووضعنا الصورة كاملة أمام لجنة الانضباط، يعني هذا الشيء اللي قلت، بالفيديوهات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البعض من جماهير الأهلي بمثل هذه تصرفات. هذه الجملة يعني بحال زعما ذاك المتهم فاش كيكون عندهم ما عندوش سوابق كتكون التهمه مخففه نوعا ما، فهذه القضيه بيطبقوها كذلك في مجال كره القدم. واضاف البلاغ: نكرر رفضنا القاطع لهذه التصرفات شكلا ومضمونا، ونؤكد بعيدا عن اي تصرفات او ردود افعال ان علاقتنا بالاشقاء في المغرب سوف تظل راسخه ووطيده. بطبيعه الحال هذا الشيء ما خصوش يخرج على الجانب الرياضي، خاص اي نادي يدافع على حقوقه كامله. وصراحه من المخجل الشيء اللي كنشوفوا في مواقع التواصل